احب انا بقى الناس اللماحه، الناس اللي تسالني على الساعه. ايوه انا احب اقول لكم انا غيرت الساعه اصلا من زمان. بصوا الساعه اصلا يعني انا اللي عاجبني فيها اكتر حاجه شكلها لذيذ كده، والستراب بتاعها بيجي معاها ستراب. سوري، بيجي معاها ستراب تاني. بصوا بقى الستراب بيتقفل كالتالي، يعني بيبقى زي نظام ايه لو انت كليبس كده. وادي الساعة اهي، وهي الساعة دي العلبة بتاعتها بتيجي كده بالظبط اهي، بتيجي كده اهي. ولا 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 والله ما فاكر بتيجي ازاي بتعمل ايه. ايوه اهي، كل مرة بتلخبط فيها كده. اهي الساعة بتيجي، بيبقى دي شكل العلبة بتاعتها وبيجي معاها الاستراب ده. بس انا حابب الاستراب ده اكتر عشان القفلة بتاعته دي وشكله غريب شوية. والساعة بقى القديمة اللي انا اصلا بحبها، وانا حابب بس اقول لكم ان هي دي العلبة بس معايا، عشان الساعة دي راحت لصاحب النصيب يعني، الله يبارك له فيها. ليه في الكومنتات اهو. الساعة دي كانت من شركة اسمها سويس ميليتيري. الساعة دي ساعة محترمة جدا، وبالذات اللي هي الكت دي. الساعة دي كان سعرها حوالي 200 درهم، ودي كانت حوالي 350 درهم، بس انا كنت جايبها بسعر اقل من كده. بس انا يعني حبيت دي عن الساعة دي، مع ان دي شكلها احسن من دي شوية، بس دي السيستم بتاعها كان جميل جدا. والنظام النوتيفيكيشن ذات نفسه لما بيجيلك نوتيفيكيشن بتفضل موجوده في السيستم، اللي انت ممكن تقراها وترجعها وتشوف مين اللي بعت لك نوتيفيكيشن بعد كده تمسحها. هنا لما بيجيلك اي نوتيفيكيشن بيجيلك بس في ثانيه كده، بعد كده بتختفي. ف يعني انا حبيت نظام الساعه دي، وكان دي بيجي معاها 3 ستراب. والباكجينج بتاعها بصراحه، بس سيبك من الباكجينج يعني احنا مش هنمشي بالباكجينج، بس الباكج بتاعها الصراحه محترم. فانا لو هتقول لي دي الساعه القديمه ولا الساعه الجديده، هقول لك اللي هي الساعه دي، وبالذات اللي هي الكت اللي بيجي معاها الثلاثه الاستراب دول، عشان تديك تنوع. لو عايز تعملها مثلا تلبسها ككلاسيك، فانت هتلبس الاستيك اللي هو اللي هو الستانستين، او الاستيك الاسود او الاخضر. بس انا كنت بلبس اكتر حاجه الاستيك اللي هو القماش ده شويه، اللي هو الاسود. بس المهم راحت لصاحب نصيب، احنا بس معانا الحاجة دي. اما الساعه دي هي ال الشاشه بتاعتها والتاتش بتاعها، يعني الشاشه بتاعتها الكواليتي بتاعتها عاليه جدا ما شاء الله. وتقدر زي ما بقول لك كده تغير الاستراب، تركب الاستراب ده. وكتير يعني ناس كتير جدا بتفكرني ان انا شاري اسمها ايه، انا بحاول اتكلم بسرعه عشان انا ما بقتش منتج زي الاول، فمش عايز اقطع في الفيديو، مش عايزه يطول. كتير بيفكرني ان انا معايا اللي هي الجلاكسي واتش. الجلاكسي واتش عامله حوالي 2000 وشويه درهم، بس في ناس بتجيبها بسعر اقل من كده. ودي يعني تقريبا نفس الاصدار، لو انت حابب الشكل يعني نفس الاصدار ونفس الامكانيات يعتبر في كل حاجه. ودي عامله حوالي 300 درهم بس. فانتوا قولوا لي ايه رايكم بقى، وايه اللي عجبكم اكتر، لان انتوا بتشوفوني كتير في الفيديوهات بيها الشكل ده ولا الشكل ده.